بيّنت ظروف الحرب في الصحراء المغربية الأهمية التي تكتسيها قوات المشاة الخفيفة والسريعة التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكيف تلعب هذه الفيالق المتقدمة أدوارا قتالية وهجومية لحسم المعارك الميدانية، وهو ما يثبت نجاعتها في أي تحرك عسكري في الصحراء لمواجهة الانفصاليين. وأشار منتدى القوات المسلحة الملكية إلى أن ظروف الحرب بالصحراء المغربية تثبت أهمية التوفر على قوات من مشاة خفيفة وسريعة الحركة وبسلاح نوعي وفتاك، مبرزا أن دور المشاة المحمولة في القوات المسلحة الملكية قد تطور منذ سنوات الأولى للحرب. هذا الدور المحوري لقوات المشاة تطور أكثر بعد حصول القوات المسلحة الملكية على أسلحة ثقيلة متطورة لمواجهة عدو سريع الحركة وبسلاح نوعي متجدد، وصل حد استعمال أسلحة مضادة للطائرات لمواجهة وحدات برية وتزويده بمضادات مدرعات فتاكة. وشدد المصدر ذاته على أن ظروف الحرب بالصحراء لا تتطلب دبابات ثقيلة ولا تزويد الجنود بتجهيزات ثقيلة، مبرزا أن المدفعية الملكية والطيران الحربي والمشاة المحمولة والميكانيكية بدعم ناري لعربات مدرعة كانت مجتمعة أهم أسباب حسم الصراع ميدانيا لصالح المغرب. وتلعب المدفعية الملكية التي تمثل القوى الضاربة للقوات المسلحة الملكية ورمز قوتها دورا مهما في ساحة الوغى. وتتكون المدفعية الملكية من عدة مجموعات مقسمة إلى نوعين، المدفعية أرض والمدفعية أرض جو. كما قامت القوات المسلحة الملكية بدعم وحدات المدفعية بأسلحة جديدة خلال ال5 سنوات الماضية من خلال جلب أنواع جديدة من العتاد لتكريس دور المدفعية كأرفع أسلحة القوات المسلحة الملكية. ويشار إلى أن المدفعية الملكية كانت أول سلاح بالمنطقة العربية والإفريقية يستخدم الطائرات بدون طيار في مهام حربية للاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه الذخائر، وذلك خلال حرب الصحراء أواخر الثمانينيات. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب جدد التأكيد على تمسكه بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد بأكبر قدر من الشدة على أي تهديد يطال أمنه. وقال بوريطة في حوار خاص به مجلة The Parliament Magazine نشر اليوم الاثنين أن المغرب أكد مجددا على تمسكه بوقف إطلاق النار والعملية السياسية مع الاحتفاظ بحق الرد بأكبر قدر من الشدة في دفاع مشروع عن النفس ضد أي تهديد يطال أمنه. وفي معرض إجابته على سؤال حول تأثير الانهيار المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار على الاستقرار الإقليمي، ذكر الوزير بأنه منذ عام 2016 قامت ميليشيات البوليزاريو مرارا بأعمال غير قانونية، لا سيما أعمال الابتزاز والعصابات في المنطقة العازلة بالجرجارات وشرق الجدار الدفاعي، في انتهاك للاتفاقيات وتجاهل صارخ للدعوات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وسجل أنه في الشهر الماضي اتخذت هذه الميليشيات قرارا بتكثيف تجاهلها للقانون الدولي من خلال وقف حركة البضائع والأشخاص بين أوروبا وغرب إفريقيا عبر المغرب بالجرجارات. وقال لقد برهن المغرب على ضبط شديد للنفس ولا يزال يثبت ذلك، ليس نتيجة لضعفه بل لأنه فاعل مسؤول يلتزم بالمعالجة متعددة الأطراف والمؤسساتية للقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة. وسجل الوزير أن منطقة الصحراء الكبرى والساحل تواجه عددا من التحديات، الإرهاب، الجريمة المنظمة والتهريب، مشيرا إلى التزام المغرب المباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، لا سيما من خلال السعي إلى وضع حد للسلوك العدواني لميليشيات البوليزاريو الانفصالية. أحدث التدخل الميداني للقوات المسلحة المغربية في الجرجارات الذي انتهى بالسيطرة التامة على المنطقة الطريق الرابط بين الأقاليم الصحراوية وموريتانيا تغيرات كثيرة في قواعد اللعبة بالمنطقة، أبرزها الإقرار التدريجي للجزائر بأنها طرف في النزاع، وهو الأمر الذي بلغ ذروته اليوم مع حديث افتتاحية مجلة الجيش الجزائري عن أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة تعنيه وأن عليه الاستعداد لمواجهة التهديدات الصادرة عن بعض الأطراف. وأورد الجيش الجزائري في المقال الذي نقلته الصحف الجزائرية المقربة من النظام على أن الوضع الإقليمي المتردي على طول شريط حدودنا وقيام بعض الأطراف مؤخرا بتهديد أمن المنطقة يعنينا،
وذلك في إشارة إلى التدخل المغربي في الجرجارات. وأشار الجيش الجزائري ضمنيا إلى أنه مستعد للتحرك دفاعا عن جبهة البوليزاريو الانفصالية، وبالإضافة إلى اللغة العدائية التي حملتها افتتاحية الجيش الجزائري تجاه المغرب. فالمثير أيضا هو أن هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها هذا الجهاز الذي يوجد على رأسه الفريق السعيش نقريحة باستعداده لخوض حرب مع جاره الغربي من أجل الصحراء، وهو كلام يمثل اعترافا بأن الجزائر طرف في الصراع، خاصة وأن رئيس الأركان الذي سبق أن دعا الانفصاليين إلى حمل السلاح ضد الجيش المغربي يوصف حاليا بأنه الحاكم الفعلي للبلاد في ظل اختفاء الرئيس عبد المجيد تبون منذ نقله إلى ألمانيا للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا. تلقت جبهة البوليزاريو صفعة قوية من أكبر حلفائها وداعميها بالقارة الإفريقية بعدما أعلن رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامابوزا اليوم وجهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط بموريتانيا. القرار 693 الذي تعتبره الرباط انتصارا لها ينص على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية مع إنشاء آلية الترويكة لدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع المفتعل. وأوضح رئيس جنوب إفريقيا في ختام القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي حول إسكات الأسلحة أن التعديلات المقترحة إدخالها على القرار 693 خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات القرار المذكور. وكالة المغرب العربي للأنباء اعتبرت تصريح رئيس جنوب إفريقيا نجاحا إضافيا للمغرب في مواجهة المحاولات والمناورات الغاشمة التي ينهجها أعداء الوحدة الترابية للمملكة سعيا إلى زرع بذور الانقسامات داخل القارة. وأشارت إلى أن هذا الانتصار يأتي في وقت يواصل فيه المغرب بثقة تامة مساهمته القيمة في الجهود الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تولي زمام مستقبلها بنفسها حسب لماب. وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد اعتبر سابقا أن قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي رقم 693 الصادر بنواكشوط يضع قضية الصحراء المغربية في إطارها الأنسب المتمثل في الأمم المتحدة، ويخول بالتالي تنقية أجواء الاشتغال بالاتحاد الإفريقي وتحصين الاتحاد أمام أي محاولة غير ملائمة للانحراف به عن مسار الوحدة والاندماج. وأوضح بوريطة أن هذا القرار يساهم بكل تأكيد في إضفاء أجواء من الهدوء على أشغال الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن القرار يعكس موقف الغالبية الساحقة للبلدان الإفريقية التي تدعم المسار السياسي داخل الأمم المتحدة. ويشار إلى أن جنوب إفريقيا تعتبر من أكبر الدول دعما لجبهة البوليزاريو بعد الجزائر، إذ تعد من الدول التي تعترف رسميا بما يسمى بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وهو ما جعل علاقتها بالمغرب تعرف توترا منذ عام 2004. وتحاول الرباط مؤخرا تحييد جنوب إفريقيا في نزاع الصحراء المغربية عبر مواقف يصفها محللون بالذكية من أجل محاولة استقطاب هذا البلد الإفريقي الوزن إلى جانب المغرب أو ضمان حياده على الأقل. جدير بالذكر أن وزير الخارجية ناصر بوريطة كان قد كشف في حوار سابق مع صحيفة سونداي تايمز الجنوب إفريقية أنه عوض الاستمرار في طريق مسدود ينبغي على المغرب وجنوب إفريقيا العمل سويا من أجل تطوير نموذج للتعاون الإفريقي. وشدد بوريطة حينها على أن المغرب وجنوب إفريقيا بالنظر إلى موقعهما الجغرافي لا ينبغي أن تسود بينهما مشاكل ثنائية، مرجعا الخلافات بين البلدين إلى اتخاذ بريتوريا موقفا حول قضية تهم منطقة تقع على بعد مئات الكيلومترات، وهو موقف يتعارض مع موقفه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وفق تعبيره. من العيار الثقيل بطلها مسؤول جزائري غير مسؤول بمنظمة الاتحاد الإفريقي. هذه الفضيحة التي حولت صاحبها لأضحوكة وسط كبار مسؤولي القارة السمراء بعدما تم اكتشاف تزويره لوثائق غاية في الأهمية، منها بيان القمة الإفريقية التي ستنعقد بحر هذا الأسبوع. الفضيحة تفجرت بعد أن اكتشف مسؤول منظمة الاتحاد الإفريقي أن الدبلوماسي الجزائري المدعو إسماعيل شرقي الذي يشغل منصب مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن حاول تزوير وثائق غاية في الأهمية من شأنها تغيير موقف الاتحاد الإفريقي من قضية الصحراء المغربية، وهذا بشكل انفرادي في محاولة منه
الاحتيال والنصب على مسؤولي المنظمة. الجزائري إسماعيل شرقي رئيس لجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي PSC تم تكليفه بترجمة النسخة الفرنسية من مسودة البيان الذي سيتم تقديمه في القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي في 6 من دجنبر تحت شعار إسكات البنادق بالقارة الإفريقية، والذي من المقرر أن تناقش فيها التطورات الأخيرة في المشهد الأمني بإفريقيا. وحاول المسؤول الجزائري في تصرف غير مسؤول إدراج تصريحات لصالح عصابة المرتزقة الانفصالية المدعومة من الجزائر في البيان الذي طلب منه ترجمته، وهو ما أنتج نسختين مختلفتين لنفس الوثيقة الصادرة خلال الاجتماع الأخير للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، والتي تناقش وتسلط الضوء على نقاط الحوار في قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي. واستغل المسؤول الجزائري منصبه لتزوير النسخة الفرنسية من مسودة الإعلان التي ستقدم لرؤساء الدول والإعلام الفرنكوفوني، حيث أضاف الجزائري في بيانه المزور عبارة أن رؤساء دول الاتحاد الإفريقي يجددون التأكيد على التزامهم الراسخ بإنهاء جميع تقلبات الاستعمار في إفريقيا والسماح بسرعة بتقرير المصير بالصحراء، بينما